السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي من غير ما نضيف بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا نشا ولا بقسماط، بمكونات بسيطة ومش هتفك منك، وكمان هنعرف طريقة التسوية المظبوطة اللي هتخليها طريه وجوسي وما تنشفش منك في الفرن. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. معانا كيلو من اللحمه، هتروحي للجزار وتقولي له انا عايزه كيلو لحمه للكفته. طبعا هيديكي 750 جرام لحمه حمراء وعليهم 250 جرام دهون، او 3/4 الكميه لحمه حمراء والربع الباقي دهون، وطبعا الدهون دي اللي ما بتخليش الكفته تفك منك. ومعانا بصلتين اتنين متوسطين مبشورين ومتصفيين كويس من الميه، والكل كيلو من اللحمه بياخد حوالي 100 جرام من البصل. ومعانا 3 معالق كبار من البقدونس، ويا ريت ما نكترش البقدونس علشان ما يسودش الكفته معانا. ومعانا معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود، ممكن نضيف رشه من جوز الطيب. وطبعا بالنسبه لبهارات الكفته والكزبره والكمون انا بستبعدها تماما، ان انا ما بضيفهاش على ما بضيفهاش على اللحمه، بما ان اللحمه بلدي فمش هتحتاج كل البهارات دي كلها عشان ما تغيرش طعم اللحمه منك. طبعا هنا هنحط المقادير على بعضها بقى. اللحمه المفرومه، وهنحط التفل البصل والبقدونس والملح والفلفل، وهنعجنهم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. ونعجنها كويس ونقلب فيها كده عشان المكونات تدخل مع بعضها. وهنجيب الكبه بتاعتنا او مفرمه اللحمه، وهناخد الكميه الموجوده عندنا هنا وشين اتنين. طبعا هتاخديهم حبه بحبه بقى على حسب حجم الكبه الموجوده عندك، او لو موجوده عندك مفرمه لحمه طبعا هيختلف. فهنا انا بحطيت حبه بحبه، وخدت كل حبه خدتهم وشين اتنين. طبعا طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انسجه اللحمه هنا متماسكه وعامله خيوط، وزي ما يكون في خيوط او فتل كده زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بيختلف عن شكلها اللي احنا شفناه في الاول المخرز والمحبب دوت، بقت متماسكه خالص. هنا هنسيبها ترتاح في التلاجة طبعا حوالي ساعة. طبعا لانها هتكون سخنة من حرارة ايدينا، من عجن ايدينا فيها او من الكبة، فلازم ترتاح حوالي ساعة في التلاجة عشان ما تفكش منك برضو. وهنا عندنا اعواد خشبية، قبل ما نستخدمها طبعا كنا نعينها حوالي نص ساعة في مية سخنة علشان ما تتحرقش منك ما تيجي تدخليها الفرن. هنا هبل ايدي بقى بميه البصل او بميه ساقعه، وهحاول ان انا هنا ايه اصبع الكفته. وهعمل نظام التعقيل زي ما انتم شايفينه كده على الكفته، وهقفلها من فوق من تحت واصبعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. وهنا دي طريقة تانية، عندك صيغ زي دوت او مسن نضيف وكده، تقدري انتي تستخدميه وتصبعي عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطبعا اللحمه متماسكه معانا اهي، لما تيجي تعمليها على السيخ ما بتفكش ولا بتقع، ولا ما تيجي تصبعيها ولا بتفك ولا بتقع ولا حاجه، متماسكه خالص اهيت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا برضو هنعقل نظام التعقيل وهنقفل برضو من فوق ومن تحت. وهنا هنحاول ان احنا نخرج بقى الكفته عندنا زي ما انتم شايفين برضو متماسكه جدا اهيت، ومفرغه من جوه ومش مكتومه زي ما انتم شايفين هنا كده. طبعا انا عندي الشوايه دي كده هحطهم عليها او ارصهم عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان هي هتدخل بالشكل ده كده الفرن. اما الاعواد الخشبيه فهجيب صينيه، وطبعا هتكون يعني عرضها بعرض اقل من طبعا الاعواد الخشبيه زي ما انتم شايفين كده، عشان تقدر تثبت عليها الكفته، عشان طبعا هتدخل برضو بنفس المنظر ده كده في الفرن. وزي ما انتم شايفين الكميه دي كلها كده
على فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة، ونفتح عليها من فوق ومن تحت. طب لو فرن مثلا ما بيشتغلش الشواية مع الفرن من تحت ما بيشتغلوش مع بعض، هنحطها عند الاعلى درجة حرارة. يعني لو الشواية اعلى درجة حرارة هنحطها تحت الشواية مباشرة، اما لو الفرن من تحت اعلى درجة حرارة من الشواية هنحطها على الصاجة اللي فوق الفرن برضو من تحت مباشرة. ومدة التسوية ما تزيدش عن من 10 ل 13 او ل 15 دقيقة، لان لو زادت عن كده الكفتة هتفقد السوائل كلها اللي فيها وهتبقى ناشفة. وممكن نقلبها تقليبة واحدة بس وهي في الفرن. وطبعا مش هننسى طبعا ان احنا نعمل لها فحماية ونطفيها بشوية زيت ونغلفها بورق فويل. وطبعا لما كانش عندي ورق فويل فحطيت غطا حلة وغلفتها بقماشة نظيفة لغاية ما خدت طعم الفحم. وهنا طبعا هنقدمها مع سلطة الطحينة. واتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.